نجمة في قمة مجدها، وزير دفاع هو الأقوى والأشهر في مصر، رئيس جمهورية، وقصة زواج قيل إنها كانت السبب في زلزال سياسي. القصة دي مش من فيلم، دي حكاية اتقال إنها حصلت فعلا. نتكلم عن الفنانة الكبيرة صفية العمري اللي اتجوزت في شبابها من الفنان جلال عيسى، زواج استمر 18 سنة وأنجبت منه ولدين اسمهم وليد وأحمد. كانت بتحبه لكن الفن دخل بينهم. هي نفسها قالت اتجوزته قبل ما ادخل التمثيل، ما كانش في بالي ان ابقى ممثلة، لكن لما الشهرة كبرت الغيرة كبرت اكتر والنجاح بقى مشكلة، لحد ما هي طلبت الطلاق. المفاجأة ان جلال عيسى بعد شهر واحد بس اتجوز تاني وخلف ابنه الثالث محمود. اما صفية ما اتجوزتش تاني رسميا، لكن هل فعلا ما اتجوزتش؟ هنا تبدأ الحكاية الأخطر. تقارير صحفية كتير ربطت اسمها باسم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأشهر في عهد حسني مبارك. الكلام اللي اتنشر قال ان الجواز حصل بعد طلاقها مباشرة، وانه كان زواج عرفي. مش بس كده، اتقال ان المشير بنالها قصر كبير في المقطم في شارع الكورنيش، وقصره كان مصمم بطريقة غريبة جدا، تم الحفر لعمق كبير بحيث المباني ما تبانش من فوق السور. ليه؟ خصوصية ولا سرية؟ مش عارفين. الأغرب اتقال ان المشير رفض انها تعتزل الفن في قمة شهرتها، لان الاعتزال وقتها كان هيخلق تساؤلات كتير. لكن فجأة المشير أقيل من منصبه وبدأت مرحلة جديدة. تقارير غير مؤكدة ربطت بين الخلاف السياسي وبين نهاية العلاقة، بل وذهبت بعض الروايات للقول ان ضغوط المرحلة دي أثرت عليها صحيا. واضح ان الرئيس حسني مبارك تدخل في الموضوع وأنهى الزواج. صفية العمري بعدها اتصدمت وأصيبت بالعصب السابع وخضعت لجلسات علاج كهربائي، وقيل ان ده سبب تغير ملامحها فترة من الزمن. هل ده كان صدفة ولا نتيجة صراع أكبر منها؟ مفيش مستند رسمي أكد الجواز، ومفيش تصريح مباشر نفاه بوضوح، لكن الربط بين الشعبية الجارفة للمشير وقتها والصراع داخل النظام وخروجه المفاجئ من المشهد خلى ناس كتير تؤمن ان في حاجة كانت بتحصل ورا الكواليس. والأغرب ان بعد وفاة المشير دخلت صفية العمري في أزمة صحية شديدة وأصيبت بشلل نصفي وقعدت سنين في العلاج. أولادها كانوا في أمريكا والدواير ضاقت حواليها واختارت العزلة. من نجمة في قمة المجد لسيدة تعيش بهدوء وتبتعد عن الأضواء. هل كانت مجرد شائعة ضخمة ولا قصة حب حقيقية انتهت بثمن سياسي؟ في التاريخ المصري الحديث في ملفات كتير ما اتقفلتش، وده ملف منهم.